مزنوقة مش عارفة تعملي ايه للفطار او الغدا او العشاء، عندك شوية لانشون شوية جبنة شوية زيتون، قومي يلا اعطيهم وتعالي نعمل احلى بيتزا. هنعمل مع بعض النهاردة البيتزا السهلة السريعة اللي متاخدش 10 دقايق من غير لا عجن ولا مجهود ولا اي حاجة. في 10 دقايق بالظبط هتكوني عاملاها ان شاء الله وهتطلع معاكي جميلة جدا. اول حاجة هنعملها نص كوباية مية دافية، معلقة خميرة، معلقتين سكر صغيرين، هقلبهم مع بعض. هحط عليهم معلقة زعتر، معلقة ملح، معلقة بصل بودر، احط عليهم 2 بيضة، كوباية لبن صغيرة، ممكن تستخدمي مكانها زبادي او لبن بودر لو عندك. احط 4 معالق زيت، معلقة خل، معلقة بيكنج باودر، وهنزل بالدقيق بتاعي 2 دقيق، وهقلب على طول. الزعتر مخلي ريحة العجينة جميلة جدا. هقلب لغاية ما الدقيق يختفي تماما. بس كده، ده قوام العجينة اهو، لا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. هغطي العجينة بستريتش واسيبها تخمر تقريبا نص ساعة، وبعد كده هوريكم هنعمل ايه. خليكم معايا. العجينة بتاعتي خمرت اهي، بقت حاجة بصراحة. شايفين حجمها بقى عامل ازاي وريحتها جامدة جدا. هجيب صينية طبعا دلوقتي دهنها بالزيت،
وهفضي فيها العجينة. شايفين العجينة؟ شايفين قوامها عامل ازاي؟ تمام كده. دي شكل العجينة بتاعتي في الصينية. طبعا انا حضرت الحاجات اللي انا هحطها عليها. انت اي حاجة عندك عايزة تحطيها على البيتزا براحتك. انا حطيت فلفل الوان، وحطيت جبنة ولانشون وزيتون وطماطم. يعني اي حاجة انت حابة تحطيها حطيها، مش هتقولك لا. انا هحط معلقتين صلصة كده على الوش كده، اختياري. لو حابة تعمل الخطوة دي اعمليها، مش حابة خلاص. هوزعهم كده عليها. وطبعا انا عامله في صينيه بالمنظر ده. لو انت حابه تعملها بصينيه مدوره مفيش مشاكل، اي حاجه. اهم حاجه في الاخر الحاجه تطلع كويسه منك وخلاص. الخطوه دي زي ما قلت لكم اختياري. لو حابين تعملوها اعملوها، مش حابين ماشي. تمام كده. هنزل بقى بالحاجات بتاعتي اللي انا عملتها دي، اوزعها بالتساوي كده. هحط كمان كام فص توم كده على معلقتين زيت. احطهم هوزعهم كده على البيتزا، على وش البيتزا. دول بيدولها ريحة برضو وطعم كويس. بس كده، ده شكلها اهي. هدخلها على فرن 180 درجة من تحت شوية، وبعد كده اولع على الشوايه من فوق، وهوريكم شكلها بعد ما تخلص ان شاء الله. وده شكل البيتزا بعد ما طلعت. شكلها جميل وريحتها ما اقولكوش بقى. هقطعها واوريكم شكلها عامل ازاي. شايفين لونها من تحت؟ لونها جميل جدا. طبعا مستوية خالص اهي. طعمها طبعا جميل جدا. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم. لو عجبتكم متبخلوش على لايك، مشاركة للفيديو، ومشاركة في القناة. اشوفكم فيديوهات جديدة ان شاء الله.